يعني بصراحة الموضوع مش طبيعي بالمرة. يعني مش الموضوع مش طبيعي بالمرة ان انت الفريق الكبير بتاعك يبقى مش عارف يفوز على انبي، والاحتياطي بتاعه برضو مش عارف يفوز على انبي وبيتغلب. يعني الفريق الكبير بيتعادل او الفريق الاساسي بيتعادل، والفريق الاحتياطي بيتغلب 1-0. الجون من ضربة جزاء وكل حاجة، واللعيبة دي ما لعبتش كتير مع بعض، واللعيبة دي ما بتاخدش فرصة، واللعيبة دي احنا بنجرب، والبطولة دي بطولة مش مهمة. كل الكلام ده احنا حافظينه ومعتمدينه وعارفينه. بس ما ينفعش اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط يبقى الاحتياطي بتاعه بالشكل ده وبالسوق ده. طيب انا مش هتكلم في تكتيك، ومش هتكلم في لعب جماعي، ومش هتكلم في ان احنا نقدم حاجه مختلفه، بما ان اللعيبه دي اول مره التشكيله دي تنزل كده مع بعضيها، واول مره يبقى الاحتياطي كلهم بيلعبوا من غير اللعيبه الاساسيه. تمام. مفيش لعيب عنده مهاره فرديه، يعني مفيش لعيب يرقص له اتنين ويشوط مثلا. مفيش لعيب يعمل اسيست حلو، يعني ايه يعمل اسيست ومش مهم يجي جون. مفيش لعيب يشوط شوطه حلوه تتصد، يعني اللي هو شوطه كده نحس ان الايه، حارس المرمى بتاع انبي تألق فيها مثلا. يعني حمزة عبد الكريم هيروح برشلونة، او برشلونة عايزينه. بأمارة ايه؟ طيب انا ما شفتش، يعني انا ما شفتش لا اداء حمزة عبد الكريم يجيب برشلونة، ولا اداء عمر سيد معوض يخليه يلعب في اسبانيا، ولا كلام البلح اللي انتوا بتقولوه لنا ده. يعني ما هو قولوا لنا كلام منطقي، وقولوا لنا كلام مقنع. طيب يعني انا لا شايف ان حمزة عبد الكريم نافع، ولا شايف عمر سيد معوض نافع، ولا شايف كوكا نافع، ولا ديانج نافع، ولا طاهر محمد طاهر نافع. حسين الشحات نزل، ادى سنس كده شويه، يعني اللي انت حسيت ان فيه خطوره. ولا جراديشار نافع، ولا احمد رمضان بيكهام ينفع، ولا اشرف داري ينفع. مين تاني لعب؟ ولا احمد رضا ينفع. مفيش حد. مفيش. انا شايف كوره عشوائيه. وقلنا يا عم مش تكتيك، مش عايز تكتيك، ومش عايز هجمات منظمه. ده المفروض لعيب حتى لو قاعد دكه في النادي الاهلي، فده لعيب بياخد ملايين. اقل لعيب من اللي موجودين دول، ما عدا بعيدا عن الشباب، يعني بعيدا عن اللعيبه الشباب، دي لعيبه بتاخد ملايين. طيب اللعيبه اللي بتاخد ملايين دي، ده اداء ملايين؟ يعني ده اداء ب 10 جنيه. ده اداء حجز خماسي، مش اداء لعيبه كوره. والله والله ما اداء لعيبه كوره. يعني انت لو بتتفرج على ماتش خماسي، ولا ماتش في دوره رمضانيه، هيبقى فيه كوره، وهيبقى فيه اداء، وهيبقى فيه تفاصيل اكتر من كده. طيب انا تاني مش هتكلم ان اللعيبه ما بتعملش جمل، مش هتكلم ان مفيش تكتيك. انا هتكلم ان اصلا مفيش حاجه. يعني لا كورنر بيترفع حلو، لا في عرضيه حلوه، لا في باصه اسيست حلوه والمهاجم ضيعها مثلا. يعني ايه طاهر محمد طاهر ده؟ يعني طاهر محمد طاهر ده بيبيع ايه ده؟ جراديشار ده ايه برضه؟ واحمد رضا، وكوكا، وديانج، واحمد رمضان بيكهام. على رأي اسلام مهدي، هي اسامي على الفاضي فعلا. يعني بيكهام، بمناسبة ايه بيكهام يعني؟ إيه في ايه شبه بيكهام؟ يعني هو بيعمل ايه شبه بيكهام عشان يبقى احمد رمضان بيكهام؟ يعني لا باصة صح، لا اسيست صح، لا قطعة صح. ما عندناش والله والله العظيم. يعني حال الكورة يحزن، حال الكورة في مصر يحزن. المنتخب التاني، ولا منتخب به، ولا منتخب المحليين بتاعك، يروح يشيل قبح من الاحتياطي بتاع منتخب الاردن. ما هو طبيعي لما يبقى الاحتياطي بتاع النادي الاهلي كده، فطبيعي ان منتخب مصر يبقى كده. ولما الزمالك يروح يتعادل هو كمان 3-3 مع سكك حديد اسماعيليه باين، ولا فرقه اسمها غريب كده، فرقه اصلا ما بتدخلش لا كاس، ولا بتخش دوري، ولا بتخش حاجه، فرقه درجه تانية. وبيراميدز يتغلب 6 بفريق الشباب بتاعه، ولا يتغلب 5. فمستني ايه؟ ما هو اللعيبه اللي هي اقل من 20 سنه، او اللعيبه الشباب، مع ان انا النهارده ما كنتش شايف اي شباب يعني. يعني هو في الاخر في 4 بس اللي شاركوا من الشباب، والباقي كلهم اللعيبه الكبار. الشباب دول هم
ده الجيل اللي المفروض يشيل الكوره في مصر، والمفروض الشباب دول ده الجيل اللي يطلع يشيل الاهلي ويشيل الزمالك ويشيل الاسماعيلي ويشيل بيراميدز. طيب انا مش شايف اي كوره، مش ما شفتش واحد النهارده في الاهلي عدى من اتنين مثلا وباصه. يعني اللي بيعدي واحد على واحد الكرة بتتقطع منه، لان هو ايه، هو بيطوحها بعيد ويجري وراها. فاي حد من المدافعين بتوع انبي بيروح قاطع الكرة وخلاص وانتهينا على كده. طب لحد امتى يا شباب؟ يعني لحد امتى؟ لحد امتى الكرة في مصر هتبقى كده؟ ولحد امتى مش هيبقى في حد نحاسبه؟ ما هو لازم حد يتحاسب على مستوى قطاع الناشئين سواء في الاهلي او في الزمالك، ولازم حد يتحاسب على مستوى منتخب مصر. ما هو مستحيل الكوره تبقى ماشيه بالعدل، يعني مستحيل يبقى في عدل ويبقى ده مستوى اللعيبه بتاعتنا. مستحيل يبقى في عدل ويبقى ده المنظر اللي احنا شايفينه، ويبقى ده شكل اللعيبه بتاعتنا. اكيد اكيد اكيد، والله العظيم والله العظيم ال 120 مليون، لو قلنا ان فيهم مليون بيلعبوا كوره، ولو قلنا ان المليون دول فيهم 100,000 حريف، ولو قلنا ان المليون فيهم 10,000 واحد يصلحوا ان هم يلعبوا في نوادي كبيره او يبقوا بيلعبوا في الدوري الممتاز، اكيد فيهم حد احسن من عمر كمال، واكيد فيهم حد احسن من بيكهام، واكيد فيهم حد احسن من جراديشار، واكيد فيهم حد احسن من طاهر، واكيد فيهم حد احسن من الشحات، واكيد فيهم حد احسن من رضا، وحد احسن من كوكا. يعني انا الماتش ده الحاجه الوحيده العدله اللي فيه هو سيحه، ان سيحه كويس يعني، مع ان برضو ما جاش عليه اختبارات حقيقيه غير هي ضربه الجزاء. بس يعني اهو الراجل بيطلع بيعرف يستلم كوره بتاع اها شويه، يعني ما فيش قلق منه، يعني يمكن احسن من الشناوي في حته ان انت لما ترجع له الكوره بيعرف يتصرف فيها. لكن غير كده وما فيش حاجه تتقال، والله والله ما في حاجه تتقال. هو نفس المنظر اللي ظاهر بيه الاهلي هو نفس المنظر اللي كان ظاهر بيه منتخب مصر في كاس العرب. طب ده يرضي مين؟ وليه؟ يعني ليه؟ فلوس وعندي التزام وملتزم واستقرار مستقر، تنظيم وفي تنظيم، مشاكل مفيش مشاكل. طب وبعدين بقى ليه ما عنديش كشافين ينزلوا الشوارع وينزلوا الحواري ويجيبوا لعيبه بجد؟ ليه اصلا يبقى اللعيبه اللي في الملعب مش حاسين، ما عندهمش احساس بالمسؤوليه؟ طب اللعيبه دي اول مره تشارك مع بعض ما بيتدربوش مع بعض؟ طيب طب هل المستوى هيتحسن الماتش الجاي؟ طب هل التشكيل هيبقى ثابت؟ ما احنا محتاجين نعرف. ولا البطوله دي ما نتفرجش عليها؟ يعني انا ماتش الامارات مثلا بتاع مصر ما اتفرجتش عليه، لان انا من بعد ماتش الكويت انا عملت فيديو قلت ده ملخص حال الكرة في مصر، ومتكلم برضو على قطاع الناشئين في الاهلي. يعني رغم ان انا كنت بتكلم عن منتخب مصر، لا انا متكلم برضو عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي. ممكن ترجعوا للفيديو اللي قبل ده على طول. يعني فساد طيب؟ يعني هو فساد ولا عدم استقرار ولا احنا بنجامل؟ انا حمزة عبد الكريم ما اعرفش، انا ما اتفرجتش على البطولات بتاعت الشباب اللي الناس كلها بتشكر فيه وبتقول ان هو الشكل الامثل للمهاجم، بس انا كل ماتشاته مع الاهلي انا شايف انه لعيب ما جايش. يا رب يا رب يبقى قد محمد صلاح 100 مره ويبقى احسن لاعب في العالم، بس انا ما بشوفش. يعني ما عد كل النهارده كل ما يعدي بيتكعبل والكرة بتتقطع واللاعب بياخد انذار واللاعب اتطرد بسببه، تمام. طب فين بقى دوره كمهاجم؟ ما هو يا جماعه المهاجم مش دوره انه يستلم من نص الملعب، المهاجم دوره ان هو يبقى في ال 18 ويجيب اجوان. انا ما شفتش حمزه عبد الكريم بيجيب اجوان، وما شفتش جراديشار بيجيب اجوان، وما شفتش طاهر محمد طاهر بيجيب اجوان. طب انا ما عنديش هجوم ولا عندي خط وسط ولا عندي دفاع، طب انا عندي ايه طيب؟ طب ما نلغي بقى قطاع الناشئين دوت ونبقى بنشتري لعيبه على الجاهز وخلاص، طالما انا عندي قطاع الناشئين ما بيطلعليش لعيبه. محمد عبد الله ها، برضه مش مستوى النادي الاهلي، بس هو احسن واحد كان موجود النهارده. يعني احسن واحد كان موجود النهارده هو محمد عبد الله. مش ده مستوى طبعا ناشئ في النادي الاهلي، ولا لعيب بيلعب في فريق الشباب، ولا لعيب بيلعب في الفريق الاساسي،
ولا مستوى حد اصلا من اللي موجودين كلهم. بس خلينا نقول ان محمد عبد الله وحسين الشحات الاثنين حسسوك ان يعني في كوره، في خطوره، ان الاهلي لما الكوره بتقف في رجليهم بنقول حاجه او بنعمل حاجه. لكن تعالى كده شوف انت كام هجمه خطيره عملتها في الماتش؟ ولا هجمه. هي الهجمه بتاعت الجون اللي طلع عليه دي كان اوف سايد، والمعلق مصر ان هو ما كانش متسلل. ده الحكم دخل ورفع ايده ولغى الجون، والمعلق مصر ان هو كان جون. جون ازاي يا عم؟ ده انا اول ما شفت الكرة قلت خلاص ديانج متسلل، وبالفار هيرجع وخلاص والجون هيتلغى. فلا معلقين عادلين ولا تحكيم عدل ولا لعيبه عدله. طب ما نلغي نشاط الكوره ده وبلاش وجع دماغ بقى ونشوف لنا لعبه تانية. يعني نشوف اليد ده احنا كويسين فيها، على الاقل المنتخب بتاعنا بيعمل حاجه شويه، وبننافس برضو في افريقيا وبتاع. نشوف بقى، نشجع يد. لكن الكرة بالطريقة دي حاجة تحرق الدم وحاجة تذل وحاجة استغفر الله العظيم. ولما نشوف الماتشات الجاية هيحصل فيها ايه، ولما نشوف منتخب مصر الأول هيعمل ايه. مع اني والله متفائل اي خير يعني. يعني هو بقى بيقول لك اللعيبة عندهم حمية وفي إصرار على الفوز وفي مش عارف ايه، وهنأدي وهنعمل وهنخلي. انا عارف ان هي هتبقى بطولة زي الزفت. ويا رب، يا رب اطلع غلط. يا رب انا اطلع غلط. يعني اتمنى ان انا اطلع غلط، وان البطوله تطلع زي الفل، والمنتخب يروح يدغدغ الدنيا ونشوف بطوله عالميه. بس انا عارف ان ده مش هيحصل. نختم كلامنا بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وكل التوفيق للنادي الاهلي والمنتخب مصر فيما هو قادم. وما تنسوش الدعاء لاهلنا في فلسطين وفي لبنان وفي اليمن وفي سوريا وفي العراق والسودان وفي كل الدول العربيه المتضرره. اللهم امين. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.